السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله ينور رضاكم. بس في بداية الفيديو كده ما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل ايه النهارده. زي ما انتوا شايفين كده انا كان عندي مناسبة والدنيا كلها فوق بعض حرفيا، ما كانش في حاجة في مكانها. بس مش مهم، اهم حاجة ان احنا كنا مبسوطين ومتجمعين، وربنا يا رب كده يجمعنا دايما على خير وما يحرمناش من بعض ابدا يا رب. بصوا بقى، هنا كان فاضل تقريبا 3 4 ايام كده على العيد، وما كنتش عملت اي حاجة في الصلاة زي ما انتوا شايفين كده، وكنت عارفة ان المناسبة دي داخلة، فقلت بعد المناسبة بقى نعمل كل حاجة مرة واحدة. فبصراحة انا كنت تعبانة جدا ومكنتش ناوية ان انا اصور، فاختي شجعتني كده وقالت لي لا يلا قومي صوري، فقلنا بقى ايه، نشجعكم معانا ونصور. بس للاسف ما قدرتش ان انا انزل الفيديو ده يعني في وقته، علشان بصراحة كنت مكسلة بقى ان انا منتج وكده، وما كنتش هنزله بعدين يعني كسلت. فلا قلت بقى ان انا اوريكم عملت ايه واشارككم كده اليوم الجميل ده. وكمان مش شرط ان انت بقى تروقي في العيد او يوم قبل الوقفة والكلام ده، لا هو فيديو تشجيعي وحماسي كده، وما تنسوش تقولي رأيكم فيه. بس كده اول حاجه عملتها كده شالت بقى الزينه دي كلها. عايزه اقول لكم الديزاين كان حلو جدا، هنزله لكم ان شاء الله في نهايه الفيديو علشان تقولوا لي رايكم فيه. بس كده انا عايزه اقول لكم كانت اكتر حاجه متعبه في اليوم والتنظيف ده الزينه اللي هي الرفيعه دي، بجد مقرفه جدا يعني، ما انصحش بقى في البيت خالص. وكانت كمان ماسكه في السجاد وكده، يعني لو كان مفيش سجاد كانت ممكن تبقى سهله شويه. بس بقى وابتديت بقى تشيل اي حاجه على الانتريه خالص بقى عشان يتلمع وكده. عايزه اقول لكم بجد الوقت مع الرغي وكده ما حسيناش بالوقت خالص، وحسينا الحاجه خلصت بسرعه جدا. عايزاكم بقى تقولي لي ايه رايكم في النظام اللي هتشوفوه في اخر الفيديو ان شاء الله، يعني كويس ولا لا، او ايه اللي ممكن اغيره. احنا اصلا كنا هنعمل يعني كان في دماغنا حاجه وعملنا حاجه تانية خالص، بس طلعت شكلها حلو واختلاف برضه عشان خاطر العيد. بصوا انا عندي مرض النقل اللي هو كل شويه انقل من هنا لهنا من هنا لهنا، الانتريه الكنبه دي مكان الكنبه دي والكرسيين مكان كنبه وكده، انا بحب كده جدا. بس فهنعمل نظام حلو جدا وقريب قوي ان شاء الله هغيره تاني يعني. بس كده عايزه اقول لكم الانتريه بقى كان جواه كده الزينه دي كتير وبلالين واقعه وما كنتش نضفت تحتيه بقالي كتير، فهي بقى شالت الشيلات دي وابتدت ان هي تنضف تحتها. بس عايزه اقول لكم اقسم بالله خلت الانتريه بيبرق كده بيلمع، والصاله بجد ربنا يديها الصحه. بصوا عايزه مش عارفه اصلا الحاجات دي بتقع تحت الانتريه كده ازاي، تحت الكنبه دي كده ازاي، الشيلت يعني. بس الدنيا بقت حلوه يعني. عايزه اقول لكم كان نفسي قوي ان انا انزل لكم الفيديو ده في وقته، بس قدر الله ما شاء فعل ما لحقتش. بس في نهايه الفيديو هنزل لكم برضو روتين ليله العيد، اللي هو كده مقتطفات بسيطه كده، علشان كان نفسي قوي اشارككم ليله العيد بقى ويوم عرفه وكده. كل سنه وانتم طيبين. هي جايه متاخر انا عارفه، بس معلش بقى. ادعولي بجد ان انا ارجع تاني اشتغل على القناة دي، وعايزاكم تشجعوني كده وتعملوا شير كتير للقناة ولايك وكومنت وكده، عشان بجد انا نفسي ارجع تاني زي الاول، ان انا بقى انزل كل يوم فيديو يوم ويوم او كده يعني، ابقى متواصلة معاكم. فهحاول اعمل ده باذن الله. بس ايه يعني، عايزاكم معايا كده تدعموني وتقفوا معايا، وكمان تعملوا شير كتير للقناة علشان انا نفسي قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. عايزه اقول لكم بقى ليه انا ما شاركتكمش تنظيفات العيد ده، علشان طبعا انا في عيد الفطر كنت مشاركاكم كل تفصيله، وكل التنظيفات اللي انا عملتها في شقتي كلها انا شاركتكم بيها. فطبعا من العيد بقى وانا محافظه على شقتي، واي حاجه بتتبهدل بعملها. بس هو فكره الريسبشن بس علشان اتبهدل بسبب ان طبعا بنقعد فيه وكده وكمان المناسبه دي. وعايزه اقول لكم ان انا ما شاركتكمش تنظيفات الريسبشن في عيد الفطر يعني، في العيد الصغير. فقلت بقى ان انا اشارككم كده واغير النظام معاكم. وزي ما قلت لكم انا كنت محافظه على كل الشقه، وبس في ايه اللي هيحصل ان انا هغير مثلا ملايات، هكنس كده عادي السجاد والمعه واعطر الاوض، يعني حاجات بسيطه جدا ما كانتش مستاهله ان انا اصور زي ما عملت بقى في عيد الفطر. عايزه اقول لكم كانت برضو فيديوهات تحميسيه جدا وكانت كلها نشاط، ولو عايزين ترجعوا لها ارجعوا اتفرجوا عليها وهتعجبكم جدا. بس كده فالريسبشن عشان ما شاركتكمش العيد ده، فقلت بقى نعمله العيد ده مع بعض. وزي ما انتم شايفين كده
ما شاء الله بقى، ما شاء الله على شكل الانتريه. بصوا احنا جبنا ميه كده وحطينا فيها دوني، او حطي فيها اي نوع معطر انت عايزاه، وكمان هتحطي مسحوق اوكسي او اريال او اي حاجه انت بتستعمليها، وهتجيبي سبونجه زي دي او فرشه ناعمه وتبتدي ان انت تلمعي الانتريه. بصوا بقى ده النظام اللي احنا عملناه. ايه رايكم فيه؟ انا كنت احط الترابيزه دي مكان الكنبه الصغيره، بس رجعت في كلامي علشان اجيب كرسي من الناحيه التانية احطه هنا عشان يوسع لي باب الاوضه كده. فالنظام عجبني جدا وتغيير. بصوا انا كده كده هغيره تاني، انا ما بعرفش اصبر اصلا على نظام يقعد عندي فتره طويله زي ما قلت لكم. غيرنا بقى النظام بالشكل ده، وكمان غسلت المفرش بتاع الترابيزه دي، وطبعا طالع ناشف من الغساله فسيبته يتهوى كده وبعدين هنفرشه. عايزه اقول لكم النظام كان مريح ومختلف جدا بالنسبه لي. وكمان غسلت الستاير دي مع المفارش وطلعت ناشفه كده، ريحتها دوني بقى وبرسيل جل، وكانت قمر بجد. فحطيناها بقى بالشكل ده وبتلمع كده زي ما انتوا شايفين. بس وادي الترابيزه حطيتها مكانها بالشكل ده. بس كده انا كده الريسبشن عندي جاهز للعيد. بصوا شكله، اللهم بارك بجد، يعني كان حلو قوي ومريح بجد. تسلم ايديها، ربنا يديها الصحه يا رب. بصوا بقى اوريكم كمان الليد بتاع النيش اللي انا ركبته معاكم في العيد الصغير. بصوا مخلي الجو عامل ازاي. بجد الصاله كانت حلوه جدا جدا جدا. بس كده خلصناها وكانت على اكمل وجه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم عرفات يوم عظيم، ويا رب يجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. ونكون السنة الجاية كده كلنا بأحبائنا إن شاء الله كده على جبل عرفات، اللهم آمين. وطبعا اللي متابعني عارف ان العيد يعني لازم اروح روز. زي ما انتوا شفتوا كده في عيد الفطر انا كنت جايبه مشتريات كتير جدا 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 من روز. يعني العيد ده قلت بقى اجيب حاجات بسيطه كده ناقصاني، يعني ما جبتش حاجات زياده لان العيد اللي فات كنت جايبه كتير جدا بصراحه. ارجعوا كده الفيديو ليله العيد، العيد اللي فات ده على طول، وشوفوا الحاجه اللي انا كنت جايباها بصراحه كانت كتير جدا. فالمره دي يعني قلت اجيب الحاجات اللي انا محتاجاها بس حاجات بسيطه كده. ده شامبو بلسم كان عرض كده مع بعضه، بشامبو بلسم ارجان. عايزه اقول لكم ريحتهم حلوه قوي قوي قوي، ودي بتفرق معايا جدا في شراء الحاجه. وكمان عرفت ان كمان نتيجتهم كويسه جدا. دي اول حاجه كده انا جبتها. وكان كمان زيت جونسون ده اهم حاجه تبقى موجوده عندي، بحتاجه في حاجات كتير جدا. فاللي عندي كان خلص فجبت دي. بجيب العبوه الصغيره عشان انا ما بحبش ريحه الحاجه تفضل موجوده معايا على طول، بحب ان انا كل شويه اغير. وكمان جبت الكريم المرطب اللي هو الديسبنسر ده اللي انتوا شفتوه. عايزه اقول لكم كان سعره حلو قوي، ولو انت قلقانه ان انت تستعمليه لبشرتك ومرطب تحفه ممكن تستعمليه للجسم بس. وكمان جبت السكراب ده للجسم بس. وعايزه اقول لكم كان سعره حلو قوي برده، كان تقريبا ب 37 او 38 جنيه، كان حلو جدا. بصوا بقى دي صابونه اللي هي الفحم. عايزه اقول لكم تحفه، يعني فعلا هي رخيصه جدا بس نينجا. دي ب7 جنيه بس كانت جباره، نتيجتها حلوه جدا. وكمان جبت الفرشه دي البادي كير كده وانت بتعملي رجلك او ايدك، فدي بتنظف الضوافر كده من ضافر يعني من جوه، حلوه جدا وناعمه قوي. وكمان جبت الليبستيك ده لونه حلو جدا، هو مط بس مش ويتر بروف رغم انه مكتوب عليه كده، ومش ثابت برضو، بس هو لونه حلو قوي. ده كان ب10 جنيه. كمان جبت الفرشة الحواجب دي من ماك. عايزه اقول لكم حلوه جدا، دي الاوريجينال يا بنات مش الكوبي، بس بصراحه مش فاكره سعرها. كمان جبت البرايه دي اللي هي فيها حجم كبير وصغير علشان ينفع معايا في اي قلم. البرايه دي كانت عامله 6 جنيه. الليب بالم دي برضو يا بنات من الحاجات اللي انا يعني مش هستغنى عنها تاني. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا رغم سعرها زي ما انتم شايفين السعر كده. انا كنت بستعمل اماندا بس يعني مفيش فرق، يمكن دي احسن كمان. عايزه اقول لكم لونها حلو قوي قوي، وكمان تحسوا ان هي ليب جلوس كده في نفسها وثابته ولونها حلو وكل حاجه فيها جميله. بصراحه من الحاجات اللي انا كنت مفتقداها، يعني كنت بستعمل اي نوع تاني اللي هو نوع مش ثابت او مش بيديني نفس اللون او مش بيديني، لا بجد حلوه جدا. وبكام زي ما انتم شايفين كده ب10 جنيه بس. بصوا بقى شكلها حلوه جدا وثابته. انا عايزه اقول لكم كنت بجربها كده قعدت في ايدي يومين بجد. بس كده دي الحاجات اللي انا جبتها. وزي ما انتم شايفين كده كل عيد لازم نفرح نفسنا، ومن فتره لفتره تجيبي برضو حاجات حتى لو بسيطه واسعارها مش غاليه خالص. بس زي ما قلت لك وزي ما شعاري كده في القناه من اول ما فتحت اللي هو
اسعدي نفسك بنفسك بجد، فرحي نفسك ولو بأبسط حاجة. بس كده خلاص وريتكم الحاجة. هبتدي بقى ان انا اجهز نفسي ليوم الوقفة بقى. خلاص تعبنا وروقنا ونضفنا، خلاص نشوف نفسنا بقى شوية. دي بيجامه كانت عندي جديده، ما كنتش لبستها قبل كده، فقلت بقى لا اطلع بقى الجديد النهارده العيد يعني. هستعمل ايه؟ هستعمل كريم دوف مرطب، هستعمل برفيوم سي. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا. وهستعمل ليب بالم اللي انا لسه موريها لكم، وهستعمل كمان التنت القمر ده، تنت لونه خوخي كده. وكمان التوكه دي هتليق قوي على البيجامه البترولي. وكمان مسكره خفيفه كده خالص. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها. كل عيد وانتوا معايا، وكل فيديو احسن من اللي قبله ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، وده الديزاين اللي انا قلت لكم هوريه لكم. ما تنسوش تقولي رايكم فيه، وما تنسوش اصلا تقولي رايكم في الفيديو. ما تنسوش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، وشير للفيديو. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.